صباح الخير، يسعد صباحكم. طبعا أنا بسجل هذا الفيديو الساعة 4:13. فبقول صباح الخير عليكم. مشان موضوع الإنترنت المجاني. يا جماعة، موضوع الإنترنت المجاني صاير عليه كتير مشاكل، وصاير فيه كتير قصص ما حدا بيعرفها. البورد 80 وقف. ف ما في حل، يمكن حاليا ما في حل لهذا المشكلة. يعني الأوبن واقف. في بعض البروكسيات تبعت الشركة عم تشتغل، بس طبعا كتير 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 بطيئة، يعني ما بتستفاد عليها بشيء أبدا. تمام. طبعا في برنامج هو السايفون، أكيد الكل بيعرفه، أكيد أكثر أغلب الناس يعني يعني عم تشتغل عليه حاليا. بس أنا حبيت إنه للعلم يعني آه الناس بتعرف انه البرنامج كتير بطيء. اكثر الناس بتعرفوا انه كتير بطيء وبفصل كتير كتير. حاليا في طريقة ان شاء الله اذا سويتها ما بيفصل، والسرعة ثابتة. يعني ما بقول لك صاروخ يعني، بس انه بفتح يوتيوب بسرعة، يعني انه منيحة كمان. اول شغلة بتكون تعملوا نقطة وصول جديدة. طبعا نقطة الوصول الجديدة كتير سهلة، ما بدها شيء ابدا. هي بس اكتب، افتح اعمل نقطة وصول جديدة. اكتب عليها اي اسم، يعني انا كنت الدي، وتحت الاي بي ان اكتب ام ام اس فقط، واعمل له حفظ ورجاع، يعني حط عليه ورجاع انا كمان لورا هيك. وبنروح على البرنامج السايفون. اكيد الكل يعني اكيد بيعرفوا، بس يمكن اللي بيعرفوه انه بفصل عندهم. هي الطريقة الجديدة انه ان شاء الله ما بيفصل. انا صار لي يمكن ساعة ونص شغال عليها، يعني تمام لسه حاليا. هذا اللي عم يطلع بايدنا. المهم نروح على الاعدادات. طبعا هذا الحكي للناس اللي ما بيعرفوا هذا البرنامج. بنروح على الاتصال بروكس. طبعا بنشغل اتصال بروكس، عناوين ال HTTP الخاصة. طبعا اول واحد بنضيف هاد. طبعا انا راح احط لكم اياهم كلهم بالوصف، وراح احطهم بقناة على التليجرام. طبعا الثاني بنحط هذا مثل ما هو، والثالث كمان الهوست بس هيك، والرابع هذا نفسه. وبنرجع، بس ما بده شي تاني ابدا. بنرجع بنروح على، طبعا هيك انا هون واقف. انا هنا بالمطار والشبكة كتير ضعيفة. قسما بالله الشبكة كتير ضعيفة. بس ما بعرف، عندي وقت، وحبيت شو اسمه اعمل لكم هذا الشرح ونزله لما يجي وقتي. اوكي، راح نجرب هلا. حاليا انا الشبكة عندي ضعيفة. ان شاء الله يفتح. ان شاء الله يفتح. ما بعرف يعني غير هالحل ما في بصراحة يا اخوتي، صدقوني. اخذ البرنامج بسرعة يعني كويسة. طبعا انا هون 4G، بس شخطين، بس ما بعرف شو هي. انا اول مرة بجي هذا المكان، بس راح نجرب. انتو كمان جربوا عنكم. يعني هو بيجي اكثر من مكان تكون الشبكة فيه يا منيحة يا ما منيحة. انا حاليا عندي ما هي منيحة، بس ليك اذا شلت اذا حطيتها، يمكن اذا حطيتها آه شو اسمه 3G، يمكن اذا حطيتها 3G يفتح. رح نجرب معكم لو طول الفيديو، معلش. بس مشان نحل مشكلة انه ما عم يتصل البرنامج. هلا اتصل البرنامج تمام. هلا فصل عندي لاني 4G. انا كنت حاطه 3G. رح نجرب على 3G. رح نروح على 3G هلا نجرب. اتصالات. طبعا اللي كان عنده 4G يحطوا 3G. طبعا اللي عم يشتغل على السايفون يحطوا 3G. افضل. ما بعرف انه 3G قرر اكثر لاني هلا رح نشوف ال 3G. طبعا كمان صعب لي حتى يلقط الشبكة 3G لو كانت فل 4G بسرعة. يعني حتى إذا حطيتها وضع طيران ورجعت شلته فورا تروح تجي فورا. ال 3G بدها تستنى عليها لحتى تجي. اوكي. أمم، رح نوقف البرنامج ونرجع نتصل فيه مرة ثانية. نشوف كيف رح يفتح. كمان اوقات ما بيفتح. اخذ بسرعة. يعني اوقات ما بيفتح يا جماعة. فيكن شو اسمه عفوا اوكي، كنت عم اسمع غنية. فيكم انه تحطوه طيران مرة واحدة بس، وترجع بيشتغل صاروخ. كيف يشتغل البرنامج سريع
كتير يعني سريع، يعني انه فيك انه مثلا يقضي حاجتك، ومو بس كمان يقضي حاجتك، كمان فيك انك تستخدمه حاليا لبين ما يصير الانترنت الاوبن او اي برنامج يعني ثاني مثل الحاقن وهيك. بس البرنامج انا حاليا عم بشتغل عليه كويس، ما في عليه اي مشكلة. ليك ليك وشوف النت سريع فيه، يعني انا شايفه من عندي حاليا هو سرعته كويسة. وهي عم بعطيكم اكثر من مثال. رح نجرب الفول اتش دي، انا حاطينه هون بدنا فول اتش دي 1080، نشوف كيف رح ياخذ ما بعرف يعني. هو على نص ميجا يعني بصراحة، على نص ميجا يعني 300 400 ميجا بايت يعني. هذا اللي موجود يعني. بس انه ان شاء الله اذا حطيته على 3 جي ان شاء الله ما بيفصل يعني. تمام ان شاء الله ما بيفصل. هو على 300 400. فان شاء الله اي شيء جديد ان شاء الله راح فورا انه نزله اذا انا عرفته يعني ان شاء الله. وحتى اذا انا عرفت الطريقة آه، حدا غيري نزلها فما في مشكلة، كمان بنزلكم اياها ان شاء الله. او انا ببالي مثلا طريقة جديدة. مثل ما تكون انه 1080 مستحيل يعني انه بقطش كثير. يمكن عندك انت او انت شبكة اقوى، انا ما بعرف هون الشبكة كثير منيح يعني. لسه لما مرحبا بيتي يعني ما اشوف شو الشبكة. فنشوف شلون رح تصير. حاليا هذا هو الموجود. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا تنحل قصة البروكسيات والتمينين البورد، وبنرجع مثل ما كنا انترنت مفتوح شغال. بس هذا صدقوني صدقوني هذا حاليا هذا يعني من افضل البرامج اللي على الانترنت يعني. ونشوفكم على خير ان شاء الله شيء جديد. تصبحوا على خير.